أحدث مستجدات ملعب ابن بطوطة بطنجة. في حلقة اليوم نقدم لكم تغطية شاملة حول آخر تطورات ملعب ابن بطوطة بطنجة، حيث سنستعرض المستجدات من داخل وخارج الملعب، مع التركيز على مراحل تقدم عملية التسقيف، بالإضافة إلى الأشغال الجارية في المدرجات الأرضية والواجهة الخارجية. تطورات عملية التسقيف: شهدت عملية التسقيف تقدما ملحوظا، حيث اكتملت الحلقة الرئيسية وتم الشروع في ربط الكابلات التي ستدعم الهيكل العلوي. وفقا للمصادر، فقد تم اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة الأشغال، بما في ذلك استخدام ألواح خشبية لحماية المدرجات وتحمل وزن الكابلات. كما أن المواد الأساسية والمعدات جاهزة بنسبة كبيرة، ويتم حاليا تفريش الكابلات استعدادا للمرحلة القادمة. تقدم الأعمال في الواجهة الخارجية. بالنسبة للواجهة الخارجية، فإن الأعمال مستمرة ولكن بوتيرة مختلفة بين المناطق. في بعض الأجزاء انتهت الأشغال بشكل شبه كامل، بينما تشهد مناطق أخرى تباطؤا لأسباب تقنية أو لوجستية. وتتم متابعة تركيب البوابات الإلكترونية وأجهزة المراقبة لضمان جاهزية المداخل والمخارج وفقا للمعايير الحديثة. الأشغال داخل الملعب. أما فيما يخص الأعمال الداخلية، فقد تم الانتهاء من تجهيز غرف الإيبوكسي، لكن بعض الأشغال المتبقية لا يمكن استكمالها قبل إنهاء عملية التسقيف بالكامل. كذلك فإن العمل على ربط الكابلات يجري بوتيرة سريعة لضمان جاهزية الملعب لاستقبال المباريات والأحداث الكبرى في المستقبل. التحديات والآفاق المستقبلية: رغم التقدم الواضح، هناك بعض التحديات التي تواجه المشروع، خاصة فيما يتعلق بتوقيت إنجاز بعض المراحل الحساسة. ومع ذلك، فإن الفرق الهندسية المشرفة على الأشغال تعمل جاهدة على تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل لضمان تسليم المشروع في الموعد المحدد. تابعوا معنا هذه التقرير المصور الذي يقدم نظرة مفصلة على مختلف الأشغال، ولا تنسوا دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو، ترك تعليقكم حول رأيكم في التحديثات، والاشتراك بالقناة لمتابعة أحدث المستجدات. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في فيديو جديد قريبا.